في واحد العشية في القهوة في الرباط، كان حميد وعلال وشي صحابهم كيتفرجوا في برنامج رياضي كيهضر على المدرب الجديد ديال المنتخب طارق وهبي. المحلل في التلفاز قال: الرجل عنده تجربة طويلة في التكوين الأوروبي، خدم سنين مع نادي RSC أندرليخت وربح كأس العالم تحت 17 سنة ولعب نهائي كأس إفريقيا تحت 17 سنة. علال قال: وحميد بين المدرب عنده سيفي قوي. حميد هز كتافه وقال: المشكل ماشي في المدرب، المشكل في المحللين ديال القهوة بحالنا. القهوة ضحكات. المحلل في التلفاز كمل: خصنا نصبروا عليه وما نكرروش اللي وقع مع المدرب السابق وليد الركراكي، كثرت الانتقادات كدير ضغط كبير. علال قال: صحيح، الناس خاصهم يخليوه يخدم. وفجأة التلفاز دار تشويش وخرجت صورة هولوغرام ديال واحد إنسان لابس بدلة غريبة. قال: السلام عليكم، أنا محلل كروي من سنة 2080. حميد قال: بدأ الخيال العلمي. المحلل من المستقبل قال: جيت غير نقول لكم حاجة، القرار ديال تعيين وهبي كان ذكي. علال تصدم وقال: واش عارف المستقبل؟ إيه، في 2080 كان درسوا تاريخ الكرة المغربية. حميد قرب للكاس ديال لاتاي وقال: وقول لنا واش ربحنا شي كاس كبير؟ المحلل ابتسم وقال: أكيد. القهوة كلها قربات للشاشة. علال قال: كأس إفريقيا. المحلل قال: حتى هي. حميد قال متحمس: إيوا كأس العالم. المحلل سكت شوية وقال: إيه، ولكن بطريقة غريبة. القهوة كلها سكتات. حميد قال: كيفاش؟ المحلل جاوب: في 2074 الفيفا سمحت للمنتخبات تستعمل ذكاء اصطناعي تكتيكي كي حلل المباراة في الثواني. علال قال: يعني روبو كي خطط للهجوم؟ المحلل قال: تقريبا، ولكن المدرب المغربي رفض. حميد قال: علاش؟ المحلل قال جملة ولت مشهورة في العالم. علال قال: شنو قال؟ المحلل ابتسم وقال: المغاربة ما محتاجينش روبو يفكر لهم، احنا عندنا لاعب يقدر يدير حركة واحدة ويقلب المباراة. القهوة انفجرت بالضحك. حميد ضرب الطابلة وقال: هذه هي الكرة المغربية. وفجأة اختفى الهولوغرام ورجع البرنامج الرياضي. علال شاف حميد وقال: واش شفنا محلل من المستقبل؟ حميد جاوب وهو كيبتسم: ما عرفت، ولكن حاجة واحدة متأكد منها. علال قال: شنو؟ حميد قال: إلا خلاو طارق وهبي يخدم براحته، المنتخب المغربي غادي يخوف العالم،